السلام عليكم حبوباتي، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جبت لكم هذه الوصفة تاع الزيتون بالخرشف، وصفة رائعة. قبل ما نبداو فيها ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد، وما تنساوش تلايكيو لهذه الوصفة هذه باش تدعموني في قناتي، وشكرا لكم. تفضلوا معايا الكوزينة، نبداو في هذه الوصفة. اول حاجه عندنا هنا تقنيه سهله خلاص باش نقيو بها الخرشف. اول حاجه بعد ما نحي هذوك الورق والخراس هذاك تاع الخرشف، نحكم انا هذا النوع من لافات الخزم، ونبدا نخدم في الخرشف كيما راكم تشوفوا. طبعا هذه لافات خاصه للخرشف وللقرص، نقي بها الخرشف ونغسل بها الحبات تاع القرص. نحكم هذاك الريوس تاع الخرشف، ونبدا ندير بهذه الطريقه هذه. جو فخوت تري بيان بهذه الطريقه. شوفوا حاشاكم واش يخرج لنا من هذاك الخرشف، الخيوط الكل يخرجوا لي في هذيك لافات بالطريقه هذه. ونقعد ها ماكي، شوفوا ها هي، شوفوا كيفاه نبرش، شوفوا كيفاه حتى لداخل هذيك القشره الرقيقه خلاص راهي تتنحى بكل سهوله. من بعد ما نقيه مليح ندير ما يغلي ونحط القطع تاع الخرشف. انا قصيته بالطريقه هذه، تقدروا تقصوه صغير اذا بغيتوا، وندير له قطرات من القارص ونخليه يغلي من 2 حتى ل3 دقائق، ونحيه بجهه. من جهه واحده اخرى انا كي نشري الزيتون نديرو في بلاره وندير الماء من العين ونبدلو خطره خطرتين لو ماكسيموم فقط، ونخليه لتحت في الثلاجه. نحافظ على اللون وعلى الذوق تاعو وبلوس لي فيتامين. من جهه واحده اخرى راح نبداو في الوصفه نتاعنا. انا راح اليوم نستعمل هذا النوع من المرميطه اللي درتها لكم في مشترياتي، راح ندشنها اليوم معاكم، راح نطيب فيها اول مره. نحطوا قطع اللحم اللازمه لهذه الوصفه حسب افراد العائله طبعا. هنا درت بصله فرمتها رقيقه خلاص باش نقلي فيها، باش نديرها في اللحم هذاك. وفي نفس الوقت انا المرق اليوم تاع هذه الوصفه مانيش راح نصفيه. مغرف صغيره تاع ثوم مرحيه مليح، الملح الكميه اللازمه طبعا، كزبر، مغرف تاع زنجبيل، كركم باش يعطيني اللون للمرق نتاعي، وكميه من الزيت. شوفوا ان فيلي دويل، خيط برك من الزيت بما يقادر 2 مغارف تاع الماكله فقط. ونمرق بالكميه اللازمه تاع الماء بالطريقه هذه، ونخلط الكل في بعضاه، نخلطها لها شوفوا مليح هكا. مع العلم انه هذا الشيء هذا اكل بارد في بارد. هنا راني مانيش نقلي، شوفوا هاهي النار طافيه. الان راح نشعل النار، شوفوا ها هي كي نار ذليله خلاص، خاطر المرميطه هذه تاع الزجاج لازم نطيبوه على نار ذليله. ديري حسابك توجدي هذا الطبق تاعك في من قبل وقت. بعد مرور تقريبا 50 الى 55 دقيقه القطع تاع اللحم تاعي راهي طايبه. هنا راح نرمي الخرشف، ها هو كي اللي نقيناه بالطريقه اللي نعدتها لكم في اول الفيديو. بالطريقه هذه شوفوا كيفاه راهو ابيض، ما تبدلش اللون تاعو. ونحيت له هذيك المروريه اللي تجي زايده من فوق. نخلط. هنا نروح نصفي الزيتون من هذاك الماء ونرجع لكم. نزيد نرمي الحبات تاع الزيتون اللي محافظه على لونها وعلى ذوقها، والاهم من ذلك على الفيتامينات تاعها خاطر ما غليتوش. نغلق عليهم ونزيد لهم حاجه تاع 15 20 دقيقه لو ماكسيموم يطيب كلش في بعضه، ونرجع لكم. انا هنا الطبق تاعي راهو واجد، شوفوا كل شيء طايب. ها هي ذيك المرقه كيفاه كيما نقولوا حنا غارقه في دامها، وها هي كميه المرق اللازمه. اللي يبغي المرق اكثر في النهار الاول يمرق بكميه ماء اكثر. راح نقدموا في هذا الطاجين هذا ماروكان، ها هو اللي اخترته انا اليوم للتقديم. يلا نبدا نسربي كيما نقول. تشوفوا هنايا نحط من كلش، خرشف، زيتون، قطع اللحم، القليل من المرق بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها.
هكذا ها ماكي، ونعدل مليح في الطبق. انا هنا هاد الوصفه نقدمها مع القطع تاع القارص. كاين لو كان يكون عندك قارص مصبر ديريه يطيب الداخل. انا القارص ما نشتيش نكثر في الوصفه هذه باش نحتفظ بهذيك الحموضيه تاع الزيتون ولا غيغو تاع الخرشف. القارص نحطه من فوق فقط. نزيد القطع دبشه ومعدنوس مقطعين رقاق مع قرن فلفل. الطبق هذا راهو ما يجيش حار، ما يجيش حار، وما نكثروش فيه القارص، نحطوه من فوق فقط باش نحافظوا على الذوق الطبيعي تاع الزيتون والخرشف بالطريقه هذه. وشهية طيبه للجميع. نتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل. نتمنى تجربوا هذا الطبق الأكثر من رائع والغني جدا بالفيتامينات والكالسيوم خاصة. ها هو كي، والخرشف راهو نوع من الخضار الغني بالألياف، يعني يساعدنا على الهضم. شكرا على المشاهدة، ونتمنى نتلاقاو في وصفة أخرى من وصفات نينو. إلى اللقاء.